تكون فكره تحميل الاسنان الصناعيه مصنوعه من الماده، سواء بورسلين سواء زيركونيوم سواء ايا كان النوع، هي اسنان عاديه متحمله على الاسنان الطبيعيه بتاعتك انت. دي فكره التركيبات. اذا هي وفرت لي وقت، فلوسها اقل. بس الفكره ان انا ايه اللي ممكن بعض الناس شايفاها مش ميزه، ان انا ضحيت باسنان ثانيه، ان انا بردت اسنان ثانيه. طبعا البرد هو وارد، وهو البرد انا بشيل من طبقه المينا اكيد طبعا، بس بنسب معينه، بنسب مظبوطه معينه، وده حل كان امثل لفتره طويله جدا ما قبل الزراعه، وده كان الحل رقم واحد يعني. تمام. ففكره التركيبات، اذا انا ببرد اسنان بحمل عليها ماديا اقل، وقت قليل. اما الزراعات الميزه اللي فيها انا ببعد عن التركيبات تماما، قصدي ببعد عن البرد تماما، ما بردش حاجه خالص. انا ماليش دعوه بالسنان الموجوده بتاعت ربنا. انا بفتح في العظم نفسه، بقيس العظم وبقيمه، وبحط الزرعه وبستنى عليها من شهرين لاربعه او لسته. ممكن احتاج عظم صناعي او ما احتاجش. وبعد الشهرين المريض بيجي لما يحصل التحام تام بين الزرعه وبين التركيبه، بين العظم الفك والزرعه، يبتدي يحمل عليه التركيبه بتاعته، اللي هي نفس التركيبه بتاعت التركيبه الثابته. بس التركيبه الثابته دي متحمله على الزرعه اللي انا عاملها، والتركيبه الثابته الثانيه متحمله على السنان بتاعت ربنا. هنا بردت، هنا انا ما بردتش حاجه خالص، انا حملت على الزراعات نفسها. بس خدت ماديا ممكن تكون اعلى شويه لو في تدخل جراحي بسيط، لو في عظم فك هيتحط فبتزيد في الماديات شويه، وبتزيد في الوقت برضو، والاشعه المقطعيه اللي بتتعمل. وبعد كده بتركب بقى التركيبات بعد شهرين او اربعه او ايا كان 6 شهور. بس ده الفكره ما بين الاثنين.